صباح الخير على كل الشباب متابعين لصفحة جيم ايجيبت، أقوى صفحة لرياضة كمال الأجسام في الوطن العربي، وإحنا عن ثقة بنقول الكلام ده. حابب أقول لكم حاجة بسيطة دايرة اليومين دول. السؤال اللي منتشر جدا: هنعمل إيه في رمضان؟ هنعمل إيه في رمضان؟ سواء تمرين، سواء تغذية، سواء نوم، هنقسم وقتنا إزاي؟ هنعمل إيه في رمضان؟ هو شهر 30 يوم أنت بتتعبد فيه ربنا عشان يغفر لك على كل اللي احنا بنعمله يعني. فما يجيش الشهر اللي هتتعبد فيه ربنا والشهر اللي فيه المغفرة تحطه في كفة مع الجيم يعني خليني، انا مش بعمل فيها شيخ ومش بعمل فيها متدين او اي حاجة، انا بتكلم بس في المنطق. يعني ان هو 30 يوم هو بيجي مرة واحدة في السنة، فانت لو هيجي الجيم يتعارض مع ان انت تروح تأدي فريضة الصلاة او ان انت تصوم او انت تعمل ايه، يبقى بلاش من الجيم في الفترة. وزنها لك على ميزان تاني. من فترة كده كان داير على الصفحة موضوع غلاء الاسعار بتاعت الجيم ونعمل ايه، وكان في ناس تطوعت وقالت افكار ان يعني كلنا نقطع الجيم لفترة فالناس تضطر تقلل الاسعار. طب يا عم، عايز تعمل مقاطعة وعايز تعمل، عندك 30 يوم اهو، ورينا المقاطعة في رمضان. ده على سبيل ان انت لو مش هتقدر تواظب حياتك او مش هتقدر تأدي فرائض الاسلام بالنسبه لشهر رمضان. نقطه رقم 2: هنبتدي نقسم اليوم ازاي؟ انت دلوقتي عندك رمضان يوم زي اي يوم 24 ساعه. انت عندك في ال 24 ساعه دول تقريبا، انا حسبتها على الوقت المصري، ان هيبقى عندك 8 ساعات فطار. فال8 ساعات فطار دول انت تقدر تقسمهم عشان تقدر تحافظ على الجسم اللي انت عملته في خلال الفتره اللي قبل رمضان. في ناس كتير كانت قالت لي او كتبت تعليقات على ان يا كابتن انا هوقف عشان خاطر عندي فتره امتحانات وعشان عندي فتره دراسه او مش هقدر انزل الجيم لاسباب قهريه. انا عايز اقول للناس دي كلها، وحتى الناس اللي بتسال السؤال عشان خاطر رمضان، السنه فيها 12 شهر. يعني انت ما بتزنقش نفسك دايما على شهر واحد اللي هتعمل فيه جسمك. يعني انا مش عايز اتكلم كتير، انا هقول لك بالظبط تعمل ايه. انت في ال8 ساعات اللي انت هتبقى فاطر فيهم، اللي هو بعد الافطار. بالنسبه لي، لو انت فطرت، لو هتبدا فطارك، ابدا بحاجه صغيره، ما تبداش باكل كبير، ابدا باكل صغير. اكسر ريقك زي ما احنا بنقول في مصر، اكسر ريقك بحاجه بسيطه تتضمن كربوهيدرات وتتضمن بروتين وتتضمن خضروات. حاجه بسيطه جدا، طبق صغير جدا، صغير في الحجم. اكسر ريقك. وبعد كده بالنسبه للناس اللي عايزه تنشف، لان السؤال كان جاي في التنشيف، لو الناس عايزه تنشف بعد ما هتاكل الطبق ده بالحجم الصغير، هتنزل تمشي نص ساعه. امشي، مش اجري، ما تجريش خالص، تمشي نص ساعه. انت كده بتحافظ على عمليه الحرق بتاعتك، بتخلي دايما عندك عمليه الحرق شغاله. ده رقم واحد، ان انت هتفطر حاجه بسيطه، تنزل تمشي نص ساعه، وبعد كده هترجع البيت. اكيد بعد المشي هتبقى جعان فهتاكل. بعديها بساعه هتقدر تبتدي تشوف لو انت عندك الطاقه، لان في ناس بعد ما بتاكل بتتقل شويه، وفي ناس بالنسبه لها الاكل بيبقى زي البنزين، بتحطه بيصحوا على طول. فاحنا بنتكلم عن نوع الناس اللي هي بتاكل بتبقى فايقه. انت بعد ما رجعت من المشي وكلت تاني، ادي لنفسك ساعه او ساعه ونص ماكسيمم. خلي بالك انا بزنق الوقت جامد معاك. انا عارف ان الوقت المفروض ان الميعاد الصحي ان انت تروح للجيم بعد الاكل بساعتين، بس احنا ما عندناش وقت، فانا بحاول ازنق الموضوع. عشان كده انا بقول لك قلل وجباتك، ما تزودش الوجبات، يعني ما تكبس بطنك جامد، خلي بطنك فاضيه مرتاحه. فهتاكل بعد كده وتبتدي تنزل تروح للجيم. انا عايزك في الجيم ما تزيدش عن 45 دقيقه، انت مش محتاج اكتر من كده، لان انت ما عندكش الفتره اللي تعوض فيها فتره الاستشفاء، ان انت مش هتقدر تاكل وتحافظ على اكلك لان عندنا صيام. فلو سمحت هتنزل تتمرن تقريبا 45 دقيقه، خد عضله. ما تعملش الخمس حركات كلهم من 5 مجموعات او ال8 مجموعات اللي انت بتعملهم كل مره، اعمل بس 3. احنا بنلعب دلوقتي في الشهر ده عشان المحافظه مش اكتر. يعني انت بتحاول تحافظ على اللي انت عامله، بالنسبه لو انت بتضخم او بالنسبه لو انت بتنشف. انت الفتره دي ال30 يوم دول خليهم يعدوا بمنتهى البساطه بمبدا ان انا بحافظ
مش بحاول اجتهد ازود او اجتهد اقلل، انا بحافظ بس على المنتج اللي معايا. بعد ما رجعت من الجيم على طول هتاكل تاني، بعد ما يعني عايزك تقسم اكلك كل ساعه ونص انت بتاكل، كل ساعه ونص انت بتاكل في خلال ال8 ساعات دول. فده بالنسبه لو انت هتنشف، او بالنسبه لو انت بتضخم. ده بيرجع لنوع الاكل اللي انت بتاكله، ازاي تزود او ازاي تقلل عشان خاطر توصل للجسم اللي انت محتاجه. في نقطه انا عايز اتكلم فيها، نقطه ان ازاي احافظ على السوائل اللي في الجسم. ده بيبقى راجع لمنتجات الاكل اللي انت بتاكلها. خلينا نتكلم عن الخضروات عامه. عندنا الحاجات اللي بتحافظ على الميه في الجسم، وانا عارف ان اغلبكم عارف، بس انا بقول للناس اللي لسه مبتدئه ومش عارفه تعمل ايه. انواع الخضروات اللي نقدر ناكلها عشان خاطر نحافظ على نسبه الميه في الجسم، هتبقى عندنا زي ما انا قلت الخيار، هيبقى عندنا الخس او الكابيتشو اللي هو المدور. الخس جامد جدا في المحافظه على الميه، فلازم يبقى موجود في كل الوجبات بتاعتك. انا ما بتكلمش على السلطه، لان في اغلب المصريين بيعملوا سلطه بيحطوا فيها ملح، والملح بيأثر على نسبه الميه في الجسم. انا بتكلم ان انت تاكل خيار، تقطع خيار وتاكله، او تقطع الخس وتاكله على الوجبات كلها. ده بالنسبه، انا بتكلم على الناس اللي عايزه تحافظ على نسبه الميه في الجسم على مدار فتره الصيام. عندك الكرفس، وعندك الفجل، وعندك الطماطم، وعندك الفلفل الاخضر الرومي. عندنا القرنبيط المسلوق بيحافظ على نسبه الميه في الجسم. وعندنا كمان بالنسبه وفي خضروات من الخضروات كمان عندنا السبانخ بتحافظ على الميه. الفواكه بقى، عندنا في الفواكه البطيخ ده رقم واحد، بس المشكله عندنا في مصر ان البطيخ بيسبب، انا اسف، اسهال، ف معرفش يعني، بس هو البطيخ بيحافظ على الميه. عندنا الفراوله في ناس بتقول ان الفراوله هي من ضمن الموالح فعلا. الفراوله تعتبر من ضمن الموالح، بس نسبه الميه اللي في الفراوله 91% من الكتله بتاعت الفراوله، 91% ميه. فاكيد لو فيها نسبه ملوحه، اكيد في نفس الوقت بيبقى مغطيه بالميه اللي معاها. ده حاجه. عندنا كمان في الجريب فروت اللي هو شبه البرتقال، مش البرتقال، اللي هو شبيه للبرتقال، والناس بتاخد الجريب فروت في الفتره دي عشان خاطر ان هو ما فيهوش سكريات. بالنسبه للناس اللي بتنشف، ما بياخدوا الجريب فروت بديل عن البرتقال، لان البرتقال بيبقى فيه نسبه سكريات عاليه، فالسكريات بتبقى ممنوعه خالص في فتره التنشيف. فبياخدوا الجريب فروت لانه بيبقى خالي من السكر، وبنفس الوقت نسبه الميه فيه بتوصل ل 90.5 90% بالنسبه لحجم الجريب فروت من الميه. وعندنا في فكره كمان حلوه انا بحب اعملها عن نفسي انا. الجزر الصغير، مش الجزر الكبير، الجزر الصغير اللي هو العقل الصغيره، ده بتنقعه في ميه وبتاكله. يعني تسيبه منقوع في الميه وبعدين بتطلعه تاكله. ده بيحافظ على نسبه الميه في الجسم برضه. ده بالنسبه للاغذيه او الاطعمه اللي تقدر تحافظ بيها على نسبه الميه في جسمك عشان ما تخسرش من الحجم بتاعك على الميزان. انا عايزك كل وجبه من وجباتك تتضمن الخيار، لسبب انا عايز افضل محافظ على نسبه الميه في الجسم. والفكره ان انت قبل الصيام بتروح تقوم رافع ازازه الميه، شارب لتر ونص او ايا كان الميه اللي بتشربها، يعني الكميه بتاعتها. ده مش هيحافظ على نسبه الميه، بالعكس انت يا دوبك هتشرب وبعدين الجسم هياخد احتياجه، وبعد كده هتحتاج ان انت تخش الحمام. فالفكره ان انت تفضل بتغذي الجسم طول الوقت بنسب. هي ان انت هتعمل ده في رمضان او غير رمضان، هو نفس السيستم. عشان تزيد او عشان تقل، هو ده نفس السيستم. لازم تاكل بميعاد، لازم تشرب بميعاد، ولازم ترتاح بميعاد. لازم يبقى في دايره. وعايزين نبقى صراحه ومن الاخر، اللعبه دي من الاخر لعبه فلوس. يعني لو معاك تصرف هتقدر تعمل الجسم اللي انت عايز توصل له. لو معاكش فلوس الموضوع بيبقى متحجم شويه وبيجي لك احباط. تقدر تعمل الجسم بس هياخد منك فتره. في ناس تانية ممكن تعمل الجسم في كده، في لقطه. وعلى فكره مش بتكلم في موضوع منشطات ولا حاجه، انا بتكلم ان انت لازم تاكل سمك ولحمه وفراخ ورز يوميا. انت ما بتاكلش مره واحده في الاسبوع لحمه، او ما بتاكلش مره واحده سمك عشان تجيب الجسم ده. لا، انت محتاج ان انت تاكل ده يوميا. فانا مش قصدي ان انا اقلل من قيمه حد، انا اسف لو حد اتجرح، بس اللعبه فعلا لعبه فلوس يا جماعه من الاخر. عندنا كمان نقطه تانية عايزين نتحول ليها نتكلم عليها، نقطه المكملات الغذائيه اللي هنستفيد بيها في رمضان. انا مش هتكلم على المكملات كلها، انا هتكلم على الحاجات اللي انا محتاجها وانا في رمضان.
انا محتاج لازم يبقى عندي في البيت بالنسبه للاعب كمال اجسام القادر ماديا، انا عايز منه يبقى عنده حاجه اسمها BCAA، ده لازم يبقى عندك في البيت، ما يعني مفيش كلام. وعندك حاجه تانية اسمها EAA اللي هو امينو اسينشال، ده لازم تجيبه برضو. وعندنا كمان لازم يبقى عندنا بروتين سريع، مش البروتينات البطيئه، مش الواي جولد ستاندرد، لا، انا عايزك تجيب الايزو واي، او عايزك تجيب ايسوليت، او عايزك تجيب هيدرو واي، الحاجات اللي هي المهدرجه اللي السريعه الجزيئات بتاعتها متكسره بحيث ان الجسم بيمتصها اسرع من الجولد واي. الجولد واي بياخد فتره على ما بيبتدي يحمل في الجسم او يشتغل. احنا عندنا فتره الصيام بتبقى وانت صايم جسمك عمال بيكسر من العضل بتاعك، بياكل في العضل بتاعك، فانت محتاج ان انت تقول للجسم مباشره بعد الفطار، اول لما الاذان بيدن، انت عايز تقول للجسم اوقف عمليه الهدم اللي انت عمال شغال فيها دي وابتدي ابني. الحاجه الوحيده اللي تخليك تعمل كده هو البروتين، مش الكربوهيدرات، مش عصير القصب، مش الموز. سيبكم من الكلام اللي ملوش اي لازمه ده، انا اسف. البروتين هو الوحيد اللي بيوقف عمليه الجسم من الهدم للبناء، البروتين، وبتك عليها قوي جدا. فانت لازم تبقى عندك بروتين يا ايسوليت يا بروتين الايزو اللي هو المعروف ال100، يا اما هيبقى عندك الهيدرو واي اللي هو من شركه اوبتيما. دول البروتينات اللي انت محتاجها في فتره رمضان عشان دي سريعه الامتصاص، فبتقول للجسم اوقف عمليه الهدم وابتدي تشتغل في عمليه البناء، فبتبتدي بتحافظ على الجسم او الكتله اللي عندك. احنا هنخسر في رمضان، هنخسر في وزننا شويه، بس مش فارقه، لسبب ان انت تقدر تعوض ده في خلال اسبوعين. يعني في اسبوعين ترد اللي انت خسرته على طول، دي مش قضيه، لان هو اغلبه هيبقى سوائل، مش هتبني، يعني مش بتبني عضله جديده، يعني هو العضله موجوده عندك، انت بس هترجع السوائل تجري في الجسم تاني بنسبه. احنا عارفين ان جسم الانسان بيتراوح نسبه الميه فيه من 60 ل 70% بالنسبه للجسم الناضج. الجسم البشري اللي هو البالغ بيتراوح من 60 ل 70% نسبه الميه. فانت لما بتبقى في رمضان طبعا احنا بنبقى قاطعين الميه طول اليوم، فالنسبه دي بتقل جدا، الجسم بيبقى فيه سوائل لان هو بيختزن، بس الفكره ان ما بتبقاش السيستم بتاع الميه شغال زي ما بتكون انت فاتح الميه على طول في الجسم ومخلي الجسم دايما منتعش. خلينا نوقف كل الكلام ده ونقول احنا زي ما قلنا رمضان هو شهر عباده، فالناس اللي عندها التفكير في دماغها اعمل ايه عشان خاطر رمضان وي وعنده ضغط نفسي بحيث ان هو مش عايز يخسر الجيم ومش عايز يخسر اللي هو تعب فيه، انت مش هتخسر حاجه، هو بالظبط 30 يوم، واللي خلاك عملت الجسم اللي انت عملته قبل كده هيخليك بعد ال 30 يوم تعمل جسم احسن منه. وبالعكس صوموا تصحوا، ده رقم واحد. يعني عندنا في رسولنا الكريم قالها صوموا تصحوا. انت بتعمل زي غسيل للجسم من جوه من كل حاجه، سواء لو انت بتاخد مكملات غذائيه انت بتعمل غسيل للجسم من جوه من الترسبات بتاعه المكملات الغذائيه، لان كل حاجه لما بتزيد بيبقى في يحصل منها شويه ترسبات، في شويه حصاوي، في فالحاجات دي كلها في الصيام بتروح، لان الجسم بيبقى محتاج لاي عناصر غذائيه، فبيبتدي ياخد من اللي عنده، وفي نفس الوقت بيبتدي ياكل من الفاتس اللي عندك اللي هي الدهون اللي عندك. فاحنا بنخلي فتره رمضان ان احنا بنجدد فيها الجسم، بنعمل فيه عمليه غسيل للجسم، ان احنا بنغسل الجسم من جوه. فلو انت عندك ضميرك وجعك ان في رمضان انت مش هتقدر تروح الجيم او تتمرن، اعمل كده وانت مرتاح نفسيا، ما تزعلش وما تبقاش متضايق، لسبب اللي تقدر تعمله قبل رمضان ورمضان جه ضيع منك شويه، تقدر تعمله بعد رمضان وبمنتهى النشاط والحيويه وبجسم جديد وبطاقه جديده، وهتبقى يعني راجع للجيم عايز تتمرن بجد، مش عايز تروح تتكلم مع اصحابك وده عمل وده سوى. الموضوع هيبقى واخد دماغك جدا ان انت عايز ترجع اللي انت عملته وتعبت فيه. فحابب اقول لكم في الاخر كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعيد علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، ونفضل كلنا متجمعين مع بعض تحت سقف جيم مصر. وتحياتي لكل ادمن جيم مصر واحد بالاسامي كلها، وتحيه كبيره طبعا لكابتن طاهر ان هو مؤسس صفحه جيم مصر. احنا بنقول له متشكرين ان هو اتاح لنا فرصه زي دي ان احنا نقدر نتكلم مع
دلوقتي انا الاخر متابعه ليا للصفحه كانت احنا كنا 1,800,000. ف ده غير الزائرين اللي بيجوا يبصوا على الصفحه ويمشوا، دول معديين ال 8 مليون تقريبا. بس احنا بنتكلم على الرقم الاساسي. حابب اقول لكم كلكم المليون و800 وال8 مليون اللي بيجوا زايرين وماشيين، بنحب نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعل ايامكم خير. وان شاء الله اشوفكم في الحلقه هشوفكم في حلقات ثقافه اللعب. هنكمل، لسه عندنا حلقه التغذيه لسه هنتكلم عليها، ولسه عندنا هنتكلم يعني ازاي، يعني ايه مدرب شخصي، وهنتكلم يعني ازاي تختار مدرب شخصي، وهنتكلم عن القوه البدنيه، وهنتكلم عن ما بين رياضه كمال الاجسام وما بين رفع الاثقال، عشان دي الامر بيختلط فيها شويه. فدلوقتي هسيبكم وهشوف تعليقاتكم، واللي عنده اسئله او عنده حاجه يكتبها في الكومنتات وانا هتكلم معاكم. بس انا عايز بس تسامحوني في حاجه، ان الكيبورد بتاعت الكمبيوتر بتاعتي ما فيهاش عربي، وانا عايش في دوله اجنبيه فما عندناش العربي هنا متوفر. فانا اسف، يعني انا بكتب الفرانكو عربي، فسامحوني في النقطه دي. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير. سلام.